كواليس وحكايات فنية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش عندك من الصبح فوق راسي؟ يما أنا أريد يتقنع أبوي يخليني أسافر. يا سالم، أنا قلت لك إياها من قبل، ما أريدك تسافر. أنت ما تريدي تفتخري فيني؟ أنا مفتخرة فيك يا ولدي. الغربة صعبة وخليك جالس معانا. يما أنا أريد أدرس وبشتغل بعد. زين توقد رقة ما تبحثين الغد يتغلق هيرسي كيف كتاب دين يا صاد يغلق هيري جميل ناجون نحمل جدد لكون لزون بتينا كدنا شحاء نختار بهم حالات انتمهم. من أجمل وأحب الأشياء إليه في العمل الدرامي هو اختيار مواقع التصوير، وخاصة في الأعمال التاريخية أو التراثية. نشاهد معا في هذه الحلقة ديكور الجبل والبيت الجبلي، حيث يعيش خال سالم وأقاربه. يعني ده يعتبر مسلسل سفاري مش مسلسل. مسلسل سفاري كان في احد ادغال افريقيا. ايوه يعني لازم نصور حتى الطبيعه واحنا ماشيين عشان الناس تعرف احنا مدى المشقه اللي شفناها في تصوير المسلسل. والله عناء، هو بصراحه عناء، لكن الحمد لله احنا مرتاحين مع العناء هذا كله بوجودكم وبالاعمال اللي بنشوفها من خلال اللوكيشنات، المواقع اللي بنصور فيها والممثلين، احنا مرتاحين والله. يلا انا ما اريد ابين. ايوه لف انت تعالي قسينا يا حبيبي. لا انت قسينا لا مثل سالم. لا صبر. كما تعلمون أن السيناريو يحدد حقبة زمنية للعمل الفني، لذا نسعى ونجتهد في البحث عن الأماكن المناسبة للتصوير. وهنا نتحدث عن سكان الجبل من حيث معيشتهم والبيئة المحيطة بهم، وكيف كانت حياتهم وأدواتهم التي يستخدمونها ووسائل انتقالهم من مكان إلى آخر. تعال في هذه احسن. هي بطل هي بترك. خلص هنا. يلا نعمل بروفا. يلا اقول لك هي تكلم هناك كانك زعلانه. وكما نرى في تجهيز أحد المشاهد ما بين سالم وأمه، يقوم المخرج بالتوجيه وتحديد زوايا الكاميرا وحركاتها وأحجام الكادرات التي تعبر عن رؤيته الخاصة في إخراج المشهد على شكله النهائي. وقد رأينا المشهد النهائي في افتتاحية هذه الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حبيبي مسالم، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. كيفش؟ الحمد لله. كيف ولدش عيسى؟ الحمد لله. الحمد لله. كيف شفتي نفسك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ايش فيش يا بنتي؟ ما قدرت شوي. شوش تغيرتي يا مسالم؟
ماشي يا بنتي، انت مسخنة شوي، ان شاء الله بتكوني بخير. شوف ناخذ الاوليه عندما تكح، بنقطع هنا عشان عندما تكح هي تثبتي انت في مكانك عشان نغير الكاميرا وتروحي اللي عندها. هذه كواليس المشهد السابق، حيث يقوم المخرج بتوجيه التعليمات إلى المصور والممثلين لتنفيذ رؤيته وتحديد القطعات المختلفة للكاميرا وإعطاء الأداء المطلوب للمشهد. أكشن. السلام عليكم. يا حبيبي مسالم، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا بنتي. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. كيف ولدش عيسى؟ الحمد لله كلنا بخير. كيفك حمد؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ويتم إعداد الكوخ البيت الجبلي من الخارج لتجهيز باقي مشاهد هذا الديكور. اضربوا فول بخيرها. بغيت اشوفها. عندها حريم بيطلع لها رجلها. تدرين ايش من حنش لدغاتها؟ ما دريت، هي قتلتها بنفسها وشلوا الاولاد ودفنوها. لا حول ولا قوة الا بالله. سترك يا الله. وين هذا حيجي صراحه قاعد واحد قاعد صغار مشكلة ظبطت رجلاتهم. في مشاهد الديكور الليلية يقوم مدير الإضاءة بتجهيز زوايا التصوير حسب رؤية المخرج ويفرش الإضاءة التي تناسب طبيعة المكان، وكذلك يضع بعض التأثيرات والمؤثرات لإخراج الكادر على أبهى صورة. فالتناغم بين الإضاءة والتصوير وحركة الكاميرا يعطي الكادر جمالا وتناسق يساعد على إظهار العمل الدرامي بشكل جيد للمشاهد. 3 2 1 أكشن. فعلا امور عجيبه. شوف يا ولد اختي، اذا الانسان ساتر حاله احسن من غيره. الغربه ما هي زينه، واحد يقرر يجلس في بلاده. حالنا حاضر سافر كم من سنه اليوم. يلا مرة ثانية. كم سنة؟ كم مش كم سنة؟ كم سنة؟ 5 4 3 2 1 أكشن. مثل ما خبرتك يا أخي، هذه الأشياء الغريبة والعجيبة عمي منصور. فعلا الأمور عجيبة. والله أنا أريد أسافر. يا ولد اختي، الانسان اذا سافر حاله احسن له بلاده غربه. أخي يا شيخ، كم سنة الواحد يسافر ويرجع. اشوف من الصنعة بس. ما دام انه صنعة بالصغر. هذه الأشياء الغريبة والعجيبة خبرني عنها عمي منصور. ايه أمور عجيبة. أنا أريد أسافر يا أخي. شوف يا ولد أختي، نعم، الإنسان إذا كان مستور حاله وعايش أحسن من غيره أحسن له بلاده من الغربة. كم سنة ما تضر.
أشوف فكرة السفر هذه دخلت راسك. كل الحاجات اللي هنعملها بعد كده ان شاء الله هوثقها لكم، مشهد، ديكور، لوكيشن، موقع، عشان حتى نبين الجمال الموجود في مدينة صلالة. الله يبارك فيك استاذ. جمال ما شفتوش في اي مكان تاني. تابعوا معنا سلسلة حلقات كواليس وحكايات.